تحدثنا مشاهدينا الكرام، كل التراب السوري مشتعل وملتهب من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. رحم الله الشهيد البطل العقيد يوسف الجاد رحمه الله أبو فورات. طبعا هناك شهداء كثر ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن، منهم من له فيديو ومنهم لم نتمكن من تصويره، لكن يعني عرفانا منا وتقديرا من قناة سوريا الغد لكل أرواح الشهداء، يعني الفاتحة على أرواحهم، لنرى هذا الفيديو ورسالة هذا الرجل قبل أن يعني يلقى وجه ربه الكريم. ماذا كان يقول لأبناء الطائفة العلوية، يعني هؤلاء الذين غرر بهم والنظام يستخدمهم الآن لقتل أبناء شعب، بالصوت والصورة. تابعوا أنتم مشاهدينا الكرام وشاهدوا هذه الرسالة المحزنة التي والله أدمت قلوبنا حقيقة، فلنتابع معا. نحن بنوجه رسالة للنظام. بشار الأسد هذا أخونا. هذا علوي، أنا عايش باللاذقية 22 سنة. ولك ليش زجيت طائفتك بمعركة خاسرة وخليتهم يكرهوا السنة؟ ليش؟ يعني أنت ما بتفكر كيف بدنا نعيش مع بعض؟ ولك غصبا عنك رح نعيش معهم ونتواصل معهم. وأنا بعرف العلوية طيبين كويسين وحبابين ولكم فقراء. والله 10 قادة فرق بس هن اللي عايشين، وهذول حاطينهم وقود لا تستفادوا منهم وتحرضوهم امتى ما بدكم باتجاه اهدافكم الخبيثه، وهن اولاد ضياع. والله الخبز يمكن بالسنه لا ينزلوا على الارض. والله فقراء، والله ما عندهم اكل، والله ما عندهم خبز، والله اذا مرض واحد منهم بيموت وما عنده حق دواء. بس انا بدي منكم يا اخواتي العلويه بالجبال اللي عايش معكم وبتعرفوني وقاعد عندكم وشربان متي معاكم، بس اوعوا نحن منا اعداءكم، نحن اخوتكم ونحن شركاء بالوطن وعشنا مع بعض. وصالح العلي لما رفض يمر من تحت العلم الفرنسي ورفض اقامه دوله علويه، واكيد ابنائه واحفاده رح يرفضوا هالشيء هذا، والمخططات مكشوفه واخواتنا العلويه رح يرجعوا لنا، وهذا واحد منهم مثلنا مثلكم. بشار الاسد ما ترك لنا خيار، يا قاتل يا قاتل، لا يا قاتل، لا يا قاتل يا قاتل، يا بدك تقتل شعبك يا بدك تدافع عن شعبك وتقتل اللي بدهم يقتلوا شعبك. ما ترك لنا خيار ثالث. لكن نحن اطباء لو ترك لنا خيار انه ننشق انه يقدم لنا استقاله ونروح نقعد بالبيت كان نتمنى، بس ما ترك لنا خيار. انا قائد كتيبه دبابات كلفني بمهمه قصف الحف، يا بدي اقتل يا بدي اروح، واذا رحت بدي انقتل. لذلك اختاريت اصف مع هذا الشعب وساعد الناس. يعني حتى في ناس يعني ما قادره تنشق لانه ضيعتها ما محرره واولادها بتهديد وخطر، عرفت شلون؟ وفي ناس انا بعرف، انا كنت قائد كتيبه دبابات لما اشوف التلفزيون اورينت عم تتفجر دبابه والله افرح. بعدين اقول لك انا قائد كتيبه دبابات، هي دباباتي شو افرح؟ فوضعني بالتناقض مستمر. والله العظيم والله العظيم بعرف واحد اسمه سين لانه لسه هو بالنظام ما يشقى، والله كان يبكي بعد ما يخصف، كان يصر لي يبكي بس يقول لي اخصف هيك عالي واطي كذا، عرفت شو؟ لسه قضيته ما كانت متحرره، شعوره قهر وانزعاج. بس اما العسكري على فكره بسيط ما بيفهم ما بيعرف، مسكوا سلاح وصار يقوس العالم كيف، عرفت شو؟ يعني مثلا حط اثنين اولاد وبدهم اسلحه يقوسوا بعضهم، لذلك حط اثنين هيك وصار يقوسوا بعضهم. رحمك الله يا ابو فرات، ورحم الله كل شهداء سوريا الابرار. فاصل ونواصل مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا.